بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمة أخص بها المجموعة حيث طلبها بعض الإخوة، قال بكلمة مختصرة لإخواننا الذين في مجموعتك، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا والإخوة المشتركين من عتقاء الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم من النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه هو التواب الرحيم. كما أسأله تبارك اسمه أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أحبتي في الله، أريد أن ألفت انتباهكم إلى آية في كتاب الله عز وجل استوقفتني كثيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفهم والتدبر والعمل. ولذلك يا إخوة، لا بد أن يكون للإنسان وهو في هذا الشهر الكريم، وهي تمر عليه هذه الليالي وتمر عليه هذه الدقائق وهذه الأيام، أن تكون له وقفات مع آيات القرآن الكريم. فبعض الصحابة كان يقرأ القرآن فتستوقفه آية فربما بكى عندها حتى أصبح، وهكذا أيضا السلف رضوان الله عليهم بعد الصحابة، فربما استوقفت أحدهم آية يقرأها ويبكي، أخذت بمجامع قلبه وأخذت بفوائد. كان بعض السلف تستوقفه آية وهي قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله أكبر. عائشة رضي الله عنها صلت فاستوقفتها هذه الآية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فكانت تبكي بكاء شديدا. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل ذلك قرأ مرة أواخر سورة آل عمران فجعل يبكي ويرددها، وابتلت لحيته وابتل صدره من شدة البكاء وهو يقرأ تلك الآيات لا يجاوز غيرها، حتى قال له بلال رضي الله عنه لما حضر وقت صلاة الفجر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وهكذا أيضا مر في ليلة من الليالي بقول الله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى عندها، وأرسل الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا جبريل، اذهب إلى محمد فسله وربك أعلم ما يبكيك. فنزل جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جبريل، أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى الله تبارك وتعالى فأخبره بما قاله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقال الله لجبريل: ارجع إليه فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، أو إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فلا بد أن يكون لقارئ القرآن، سواء كان حافظا للقرآن أو غير حافظ له، لا بد أن تكون له وقفات مع بعض آيات القرآن الكريم. فربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم. استوقفتني هذه الآية كثيرا في مطلع هذا الشهر الكريم العظيم. سبحان الله الكريم جل جلاله، الرحيم الرحمن تبارك اسمه وتجلت عظمته، يريد أن يتوب علينا. شرع لنا الشرائع وشرع لنا الأوامر، والله إنما هو من أجل أن يتوب علينا. يحب أن يرحمنا، يحب أن يكفر عنا ذنوبنا، يحب سبحانه وتعالى أن يجعلنا في النزل العالية عنده سبحانه. فالله يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. سبحانك يا ربنا، ما أعظمك وما أكرم. وتأملوا في مطلع هذا الشهر، أو تأملوا شرائع الإسلام. أكرمنا الله جل وعلا
أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشهر رمضان، ثم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيت أخي المسلم؟ الله يريد أن يتوب علينا. وهكذا أيضا شرع لنا ربنا جل وعلا الوضوء عدة مرات في اليوم والليلة. لما؟ يريد أن يتوب علينا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال بعدها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. أي عندما شرع لنا الوضوء ما أراد تعذيبنا ولا أراد إرهاقنا ولا أراد عسرنا سبحانه. قال: إنما يريد الله ليطهركم، يريد الله ليطهركم ظاهرا وباطنا سبحانه وجل جلاله، أي يريد أن يكفر عنا الذنوب. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كان مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من أطراف أظفار رجليه. سبحان الله، أليس الله جل وعلا يريد أن يتوب علينا؟ بلى، والذي لا إله غيره ما شرع الشرائع ولا أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا وهو يريد الرحمة لعباده، يريد المغفرة لخلقه جل وعلا. وهكذا أيضا يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أصحابه كيف يتوضؤون، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فقال بعد وضوئه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أليس الله يريد أن يتوب علينا؟ وهكذا أيضا شرع لنا جل وعلا الأذان، نردد الأذان لأجل أن تغفر لنا ذنوبنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر الله له ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا أيضا شرع لنا أذكارا في الصلاة وبعد الصلاة، شرع لنا التكبير، شرع لنا قراءة القرآن، وشرع لنا كذلك قراءة القرآن، شرع لنا قراءة القرآن، وشرع لنا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والتسميع في الرفع من الركوع. وبعد الانتهاء من الصلاة أشرع الله لنا أذكارا إذا قلناها غفر الله لنا ما تقدم من ذنبنا. سبحانه ما أعظمه. والله يريد أن يتوب عليكم. تعرضوا لنفحات الله، تعرضوا لكرم الكريم جل وعلا، سلوه بقلوب مخلصة، سلوه بقلوب خائفة وجلة محبة راجية ما عند الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وأنا عند حسن ظني عبدي بي. والله يريد أن يتوب عليكم. ولكن يا إخوة هناك أيضا طرف آخر قابل هذه الإرادة، يريد لنا الغي، يريد لنا الضلال، يريد لنا النار، يريد لنا العذاب، لا يريد لنا الخير. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون أن يميلون عن الدين ميلا عظيما. ولاحظ يا أخي المسلم عندما قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات
أن تميلوا ميلا عظيما. لا يريدوننا أن نميل ميلا قليلا، وإنما يريدون أن نميل ميلا كثيرا، ميلا كليا عن الدين. فجعلوا في شهر رمضان المسلسلات وجعلوا البرامج كل على مستواه الذي يناسبه. جاءوا للأطفال ببرامج تناسب الأطفال، وجاءوا للمراهقين ببرامج تناسب المراهقين، وجاءوا كذلك للشباب، وجاءوا للشيبان، وجاءوا للكهول، كل بما يناسبه لأجل إفساد أخلاقهم، ولأجل إفساد معتقداتهم، ولأجل صرفهم عن هذه النفحات وعن هذه البركات وعن هذه الساعات وعن هذه الليالي المباركات التي شرعها الله جل وعلا لنا في هذا الشهر الكريم. فانتبهوا أيها الإخوة، الله يريد أن يتوب عليكم، ولكن الشيطان وأتباعه وحزبه يريدوننا أن نميل ميلا عظيما، يريدون أن نميل ميلا كليا عن ديننا وعن معتقداتنا وعن مبادئنا وعن أخلاقنا. فتوبوا إلى الله جل وعلا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وعسى من الله واجبه، عسى من الله واجبه، أي إذا تبنا إلى الله كفر الله عنا الذنوب كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها. فمهما عظم الذنب، فمهما كبر الذنب، فإن الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده وإحسانه ومحبته لأوليائه يتوب علينا. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أسأله جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوب علينا توبة نصوحا. اللهم يا من مننت على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، الذين خلفوا فتبت عليهم، مننت عليهم بالتوبة ليتوبوا، اللهم من علينا بالتوبة لنتوب، اللهم من علينا بالتوبة لنتوب، إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحببناه فيك، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا ويا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.